السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب، ويجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى أمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل غدانا. هنعمل ايه؟ هنعمل لسان عصفور. هنعمله يعني احنا كنا هنعمل مثلا رز وطبيخ ولا محشي. البنات قالوا لا احنا مش عايزين طبيخ ولا عايزين، احنا هنعمل لسان عصفور. احنا دايما بنعمله بنفس الطريقة. مسكت الفراخ عملتها نجعتها كويس. انتوا طبعا جربت معاكم طريقة النجعان قبل كده كم مرة. نجعتها وركنتها، وبعد ما اتنجعت قلت ما اطلع معاها على طول عشان الفيديو ما يطولش معاكم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. قلنا نولع الفراخ كده الاول. الطريقة دي طريقة سهلة خالص وسريعة، يعني ممكن تجهزي غدا مسافة ما تكمليش ساعة الا ربع تكوني مجهزة غدا. يعني في ثانية بتولعي على الفراخ على عين، وتولعي على لسان العصفور تحمريه وتزودي شوية المية أو شوية الشوربة وخلاص كده يعتبر هو مكان الرز مثلا. يعني هو يعتبر أنا عاملاه مكان المكرونة. ما كانش عندي يومها طماطم. اضحك عليكم، الطماطم انتوا عارفين الطماطم ب30 جنيه. مش عندي، كانش عندي طماطم في اليوم دي يعني. قلت احنا بدل نقول نطبخ رز وشوربة وكده، نفكر في اي طبخة سريعة ونسد مكان الطماطم. عملتها بنفس الطريقة. ولعت على الفراخ الاول كده على نار هادية، وجهزت لها بهاراتها الجميلة وعملتها اهو. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. يا رب انت اللي عالم يا رب بينا وحالنا يا رب. اشهد ان لا اله الا الله. حطيت عليها البهارات كده على طول. حطيت عليها اللهم صل على النبي طماطمايه بصلايه والبهارات. هنزل كله معاكم كده يعني دلوقتي. يعني بسبك الكلام مش عارفه اني حاسه مش مركزه اهو. الفلفل الاسمر والكمون وشويه ملح بيض ورق حبهان. حته من اللي هو الخشب اللي عامل زي اللي بيبقى جاي مع الورق ده، مش عارفه اسمه صراحه يعني. وبصلايه وطماطمايه. ودي البهارات بتاعتنا اللي احنا بنحطها، اللي احنا على طول معتمدينها. يعني احنا كده على طول معتمدين البهارات دي ما بنغيرهاش اهو. يعني في التلوحة لسه اهو. هنقلبها معاكم اهو نفس الطريقة. يا رب يا رب انت اللي عالم بينا وعالم بحالنا. وارحمنا برحمتك الواسعة، وسع رزقنا وعنا وقوينا يا رب. ما يفرحش فينا حد يا رب. يجعلنا مرزوقين يا رب، اللهم امين. انت بتلوحها بنفس الطريقة. انت لو انا عايزة بسواها كده يعني، ممكن انا عايزة اسواها كده بس كنت هطلع شوربة منها يعني. حطيت شوية زيت في أرضية الحلة التانية، وهنزل عليها بلسان العصفور. تحمريه الأول لسان العصفور نفس الحلة اللي انت تطبخي فيها على فكرة يعني. انتوا تعملوا كله فوق بعض وكده مع بعض وكده يعني مش تفصلي من بعض. وانت لو عندك كده ممكن تدخليها عليه. لو عندك مثلا حتة لحمة حمرا، نص كيلو لحمة حمرا وعايزة تحطي عليها ممكن تحطي عليها. بعمله كده يعني، بمسك اللحمة احمرها واسويها نص سوا، واقوم محمرة لسان العصفور ويا احط الشوربة وافصل يعني احوش منها الشوربة بتاعت اللحمة وكده وخلاص. يعني مش عايزة لسوا بسيط. اقوم نازلة عليها بحتة اللحمة حطها في لسان العصفور وهي متحمرة، واخدة جعدها واخدة كل حاجة. زي نظام تردد مع بعضها كده وتغرفها مع بعضها. ولو انت عندك حتة كبدة برجة ممكن تعملها بنفس الطريقة. يعني كبدة طيور كبدة فراخ كده ممكن تعملها بنفس الطريقة. ولو انت برضو شارية كبدة ممكن تعملها برضو في نفس، بس بتلوحي طبعا الكبدة الأول نص تعصجها نص تعصيجة، وتقوم محمرة لسان العصفور لوحده وضايفة دي على دي. يعني تعملي كل حاجة لوحدها وتقوم ضايفاها على بعض. مش بت مش بتنزلوا كله فوق بعض. يعني بحمر دي في حاجة ودي في حاجة، واقوم معصجة الكبدة نص تعصيجة وحطوها.
او اللحمة برضو بعملها نص سوا، او يعني تعتبر بتاخد التلات ارباع سوا وتقوم حطها على لسان العصفور بنفس الطريقة برضو. بس انا النهاردة هعمل لسان العصفور لوحده، مش هعمل معاه لا كبدة ولا اي حاجة، لان أنا عاملة فراخ لوحدها. انا مش بنبوظ البرنامج علشان نفضل نمشي، مش يعني هعمل كبدة واعمل لحمة واعمل دي ودي، لا، حاجة واحدة كفاية. احنا في ايام غلا وايام صعبة، احنا في ايام غلا وايام صعبة. يعني انا عامله لسان العصفور يعتبر مكان الرز ومكان المكرونه، لان ما كانش عندي طماطم، وقلت ايه ان انا اعمل حاجه العيال ياكلوها يعني. قلت اعمل رز وشوربه، مرضوش، قالوا لا مش عايزين. قلت لهم انا هبقى ايه، هعمل لكم لسان عصفور. بعمل لسان العصفور ده يعني مثلا فريح المكرونه، وفريح اللهم صل على اكون عامله شويه طبيخ ولا حاجه، عامله شويه شوربه، ايه بصنف تاني. بس الوقت ايه يعتبر شغلته هو صنف لوحده، عملت الصنف لوحده. وكان في نفس اليوم دي كان عندي صحن طبيخ، صحنين طبيخ، وكان عندي صحن رز. عملت دي، ناس كلت كده وناس كلت كده. ناس كلت لسان العصفور، وناس كلت الطبيخ. انا مش عادة واحده بس من البنات اللي هي مش بترتاح في لسان العصفور. حمرته بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي اهو. احنا ماشيين مع بعض خطوه بخطوه، بس احنا بنتكلم في موضوع تاني اهو. لسان العصفور بيحب المية زي الشعرية. يعني تطبخ الشعرية تحس ان الشعرية بتاخد مية. اشهد ان لا اله الا الله، اللهم اغفر الشيطان، الله اكبر اهو. واحنا قلنا لسان العصفور بيحب المية زي الشعرية، يعني بيحب ان انت تديله قعده على خنقة المعلقة. او حطيت عليه مرقتين، لان انا عندي بحط عليه شوربه، بس بحطه من ورا البنات، يعني ما بخليهمش يشوفوني وانا بحط الشوربه. لانها كانت هي واقفه بس واحده منهم بتصورني، قلت لها حط شوربه، قالت لي لا مش عايزه شوربه عليه، تحطي مرقه. قلت لها خلاص مش هحط مرقه. اه حطيت مرقتين عليه. هنزل بالبهارات برضو والملح وكل حاجه عليه واقلب. اه بس انا حطيت يعني الميه خلاص، هو كده خد قعده على خنجة المعلقه. شويه كمون، فلفل اسمر. كنتش انا مظبطه البهارات على فكره في طبق، يعني يعتبر بجيب من البرطمان واحط على طول كده. ما كنتش مظبطه البهارات يعني ايه، حطها في طبق كده ومظبطه الدنيا. كنت مستعجله يعني، معنى صح كنت اني كانوا مستعجلين عايزين ياكلوا بسرعه يعني. كانت الجمعه على فكره دي غدا امبارح، دي كان غدا امبارح، كانت صلاه الجمعه طلعت وانا كنت مستعجله اهو. ورقتين لولا، حبة مثلا حبة كمون، حبة فلفل أسمر، شعرة كزبرة بسيطة خالص برضو بتدي نفس وبتدي ريحة حلوة اهو. بقلبي بقى في بعضه وسيبي مع نفسه. وبيحب التردد على فكرة. يعني لسان العصفور مجرد انت ما بينشف النص سوا من المية، انت بتهدي النار عليه وتسيبيه زي المكرونة، شعرة ملح بيضة. بس لما بكون حاطة البهارات في الطبق بيبقى شكلها يعني بتبقى باينة. بس انا بعدد لكم ملح ابيض، فلفل اسمر، كمون، شعرة كزبرة بسيطة، ورق حبهان، لا حبهان لا، ورق، وحتة خشبية من اللي هي بتبقى جاية مع الورق دي، انا مش عارفة اسمها. هم عايزين الشوربة لوحدها كده. مسكت الفراخ طلعتها اهي. يعتبر الانسان العصفور انا حطيته، بيعتبر الوقت بيستوى، وانا اللي طلعت الفراخ عم احمر واخلص واجهز هيكون لسان العصفور استوى كمل سوا، لانه ما باخدش سوا، هو ما باخدش سوا. يعني دقيقة بتهدي النار عليه خالص، بيتردد مع نفسه بقى، ياخد ترددته بسيطة كده مع نفسه اهو. شوفي دقايق، ما تغيبش عليه، خلي بالك منه. يعني يعتبر بيبقى هو اسرع من المكرونة، اسرع من المكرونة اهو. ويعني لو انت مش عندك طماطم بتستفادي بيه. طب ايه يعتبر يسد مكانه، يعني اللي يشوفه يقول مكرونة لانه احمر زي المكرونة. يعتبر ما استخدمناش خالص طماطم، ما عملناش في طماطم خالص ولا اي حاجه، هو حمرنا وعملناه. عايزه بقى انت تعمليه في نفس اليوم وتحط عليه كبده وخلاص كده لوحده بيبقى جميل. انا بعمله كده بيبقى جميل برضه. ولو حته لحمه برضه عندك مثلا نص كيلو لحمه
وعايزه تطبخيها نص سوا وتقومي ضايفاه على بعضه، وبرضه عملته قبل كده مره، وان شاء الله هعمله برضه معاكم اهو. جايبين مفلفل خالص ازاي اهو، مفيش في اي حاجه خالص، مفلفل مفلفل كده، يعني ممكن تدلقيه كده تلميه كده اهو، من كتر فلفلته بتطلع معايا. هنحمر بقى الايه، الفراخ. مرضتش ازجها في الفرن انها تاخد وقت، هما مستعجلين على الغدا. الشيطان. ودي طريقة غدانا واخر غدانا. وايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ والمنظر بيتكلم عن نفسه يا ولاد. كل صغيرة سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا يا رب. ما تنسوناش كده باللايك عشان القناة تكبر، ونوزع، يا ريت توزعوا الفيديو. السلام عليكم.